انا مشكلتي بحب واحد وهو بيحبني، بس رضوى مش بيفرق معاه اي حاجه. حتى لو خرجت مع صحابي الولاد ونزلت سهرت معاهم واتاخرت بره، حبيب قلبي يا غالي يا حبيب قلبي، عنده الموضوع افق واسع، افق واسع، عنده الموضوع عادي جدا. حتى لو كلمت شباب وشباب معايا في الجامعه عمره ما بيسالني بتكلمي مين. لما اتكلمت معاه في النقطه دي قال لي انت مش طفله، اكيد انت كبيره، واكيد عارف حدودك. مش عارفه دي ثقه ولا مش حب. انت بتساليني دي مش ثقه ولا مش حب؟ لا دي حاجه ثالثه. دي حاجه ثالثه ملهاش علاقه لا بالثقه ولا بالحب، دي حاجه ثالثه. دي ميه معدنيه ماشيه في العروق بتتلج، دي فريزر داخلي. ده راجل تتجوزيه والموضوع هيسوق بقى، ها؟ لان بعد الجواز الراجل بيهدى، خلاص اتجوز، مفيش حاجه تانية خلاص ممكن يوصل لها. فاذا هو كان النهارده ما عندوش مشكله ان انت تظهري مع صحابك الشباب، هيحصل ايه بقى بكره؟ ايوه، ده لا ثقه ولا عدم حب، دي حاجه ثالثه بلت ان عنده. ها؟ هو في كده بيبقى في نوع كده، البلت ان عنده مشاكل، بايظ مش شغال، فيعني مش قصدك تتجوزي واحد بايظ، تتجوزي واحد راجل ذكر، فاهمه؟ التوب، ارفعي التوب، ضيق، نخوه، شهامه كده، يغير كده، اسد. كمان بعد الجواز هتبقى مصيبه بقى، ايه مش قادره احكي لك عليها، تجنن، مصيبه كده مدوره كده وعليها شويه كريز بالشوكولاته، هتاكليها وانتي مبسوطه. خلاص اتكلي على الله، خلق وخلق غيره.